هل الجامعات الماليزية معتمدة أو لا؟ سؤال بيوصلنا بشكل شبه يومي واليوم حنجاوب عليه. أول شيء خلينا نعرف إيش هو الاعتماد. الاعتماد هو أنه يكون في جهة رسمية معينة، على سبيل المثال الوزارة، تعترف بجهة رسمية أخرى واللي هي في حالتنا الجامعات. فأنت لما تسألنا عن موضوع الاعتراف لازم سؤالك يكون دقيق، يعني إذا أنت مخطط تشتغل في جهة حكومية أو في شركة تطلب الاعتماد فعلا في هذه اللحظة أنت محتاجه، أما في غير حالات أنت ما راح تحتاج اعتماد أبدا. هذا لأنه كل الجامعات الماليزية معترفة من وزارة التعليم العالي الماليزية أوريدي. أو إذا أنت مخطط تقدم على منحة مقدمة من بلدك، غالبا بلدك حتكون محددة الجامعات اللي أنت لازم تحصل على القبول منها. تواصل معنا ونحن حنساعدك. أما في حالة إنه أنت ما عندك خطة معينة وحابب إنك تكبر من فرصك، بإمكانك تقدم على الجامعات المعترفة عالميا، بس حط في بالك إنه الجامعة حتكون غالية وكمان القبول فيها صعب. الشيء الحلو في الدراسة في ماليزيا إنه بعض الجامعات توفر لك شهادتين، شهادة من الجامعة الماليزية وشهادة من جامعة شريكة، وغالبا تكون يا إما بريطانيا أو أستراليا. فإذا شهادة الجامعة الماليزية مو معتمدة في البلد اللي أنت مخطط تشتغل فيها، فغالبا الجامعة الأخرى هي اللي حتكون شهادتها معتمدة. أنت متخيل إنك حتدرس في ماليزيا وبأسعار ماليزيا، لكن حتحصل في النهاية على شهادة من يو كي، يعني شيء خيالي. بالمناسبة نحن حطينا في موقعنا قائمة كاملة بالاعترافات لكل جامعة، وفي بعض الدول تعترف بتخصص معين، حتلاقوه كله في موقعنا. وهيك بنكون جاوبنا على سؤالكم اللي بيقول